أكيد كلنا شفنا فيلم الفيل الأزرق أو حتى قرينا الرواية، وأكيد من ضمن المشاهد اللي علمت مع الناس كلها كان مشهد قميص المأمون أو القميص السحري، أو زي ما بيقولوا عليه القميص الملعون. لكن عمرك سألت نفسك إيه أصل القصة بتاعت القميص ده؟ وهل يا ترى حقيقي ولا لأ؟ ولو حقيقي طب هو موجود فين دلوقتي؟ خلينا اقول لكم ان القميص ده حقيقي، بس مش بنفس الطريقة بتاعت الفيلم. القميص ده وراه حكايات وقصص كتير جدا، منهم الصادق ومنهم الكاذب، لكن المهم انه موجود فعلا في مصر، وبالتحديد في القاهرة في منطقة باب الخلق في متحف الفن الإسلامي في قاعة الطب. أما بالنسبة لوصف القميص نفسه فهو قريب جدا من اللي ظهر في الفيلم، بنفس الأشكال الهندسية اللي عليه، مع آيات قرآنية، مع طلاسم مش مفهومة، مع شوية أرقام. لكن اللي ما كانش موجود في الفيلم إن القميص ضخم وعريض وطوله تقريبا 137 سنتي، وده بيدل إنه اتعمل لشخص ضخم جسمانيا. وكمان موجود بقع دم غريبة من عند الرقبة محدش عارف تفسيرها إيه. اسم القميص ده ارتبط بالخليفة المأمون ابن هارون الرشيد، وده بعد ما اتقال في الفيلم الكلام ده، لكن الحقيقة غير كده خالص. والمأمون ملوش دعوة بالقميص ده، لكن صاحب القميص الحقيقي اسمه الشاه صفي الدين الثاني، أو زي ما هو معروف في التاريخ باسم سليمان الأول، وهنعرف ليه اسمه اتغير كده كمان شوية. المهم إن الشاه صفي الدين الثاني ده حكم إيران من سنة 1666 لحد سنة 1694، وفي الفترة دي انتشرت فكرة إن الحاكم يستعين بساحر أو دجال علشان يساعده أو يحميه من الأسحار والشرور اللي ممكن تصيبه، يعني نفس فكرة الحجاب كده، لكن دي بقى حاجة معمولة كده مخصوص للحاكم علشان تحميه. وكان لازم القميص ده يتلبس تحت الهدوم ويكون ملازم لصاحبه طول الوقت. ويقال انه من ضمن الناس اللي اتعمل لها القميص ده السلطان سليمان القانوني، اللي برضه اتعمل له قميص مخصوص. واللي يقرأ عن السلطان سليمان القانوني هيعرف انه كان قائد عسكري قوي وكسب معارك كتير، علشان كده الناس بتقول انه كان بيعتمد على قوة القميص بتاعه. لكن لما نيجي نبص لصاحب القميص بتاعنا النهاردة وهو الشاه صفي الدين الثاني، هنلاقي ان كل المؤرخين بيقولوا انه ما خاضش ولا معركة في حياته، وكان اغلب وقته مقضيه في جناح الحريم، واغلب عيشته ما بين الشرب والستات. وطبعا الموضوع ده كان مؤثر على الدولة بسبب انه على طول مشغول ومخلي الحكم للمساعدين بتوعه والوزراء. ومع الوقت الأوضاع بدأت تدهور، والدولة بدأت تواجه أزمات ومجاعات وكوارث طبيعية كمان، وبدأت تطلع إشاعة بين الناس، والشعب كله بدأ يتكلم إن السلطان ده منحوس وهو السبب في المشاكل اللي بتحصل في البلد دي. وابتدى الكلام يتسرب للشاه صفي الدين الثاني، وبدأ يقتنع إنه نحس فعلا، أو بمعنى تاني إن في حد عامل له عمل ومحتاج ساحر قوي علشان يفكله العمل ده. وبالفعل بعت يجيب أقوى السحرة عنده في البلد، وطلب منهم المشورة في المشاكل والحروب والمجاعات اللي بتحصل في البلد. وطلع ساحر منهم وقال له الكلام اللي هو كان عايز يسمعه من الأول، وعرفه إن المشكلة مش فيه ولا في الشرب ولا انشغاله خالص، ولكن المشكلة في يوم توليه للحكم، لأن اليوم ده كانت الأجرام السماوية مش مستقرة والكواكب متعامدة، وعلم الفلك بيقول إنه هيحصل له حاجة كبيرة جدا. فالشاه ساعتها خاف وسأله عن الحاجة اللي ممكن تحصل له، فرد عليه الساحر وقال له إنه هيموت مقتول. فطلب منه الشاه انه يدور له على حل بسرعة، وساعتها قال له الساحر ان الحل الوحيد انه يغير يوم توليه الحكم ويعين نفسه ملك من اول وجديد، والاحسن انه يغير اسمه خالص. وفعلا قرر يغير اسمه وبقى سليمان الاول، ونصب نفسه ملك في تاريخ جديد وسنة جديدة خالص وهي سنة 1667. لكن المشكلة ان الدولة فضلت زي ما هي ومفيش اي حاجة اتحسنت في احوالها، وده خلى الشاه يبدأ يفكر ممكن يعمل ايه علشان يحل المشاكل بتاعته. فقرر انه يستعين بالساحر مرة تانية وطلب مساعدته، والمرة دي الساحر جاب القميص للشاه وقال له القميص ده عليه تعاويذ وطلاسم وارقام هتحل كل مشاكلك، بس المهم انك تفضل لابسه طول الوقت
وما تقلعهوش ابدا. وفعلا الشاه اقتنع واداله الذهب اللي طلبه ومشي. لكن الروايات بتقول ان الساحر باع سر القميص لحد من اعداء الشاه، وقال له ازاي يفك الطلاسم اللي عليه ويتحكم في التعاويذ اللي مكتوبه. وفي يوم من الايام بيسمع الحراس بتوع الملك صوت تمتمه وكلام مش مفهوم وصريخ جاي من جناح الملك. ولما بيجروا على هناك بيشوفوا ان الملك واقع على الارض على وشه وفي ايده ازازه الخمره، فقالوا انه اكيد مات بسبب الافراط في الشرب. لكن لما كشفوا عن وشه وشافوه كان المنظر مرعب جدا. هو كان وش الشاه باين عليه انه شاف حاجه مخيفه ومرعبه قبل ما يموت، وزي ما يكون الفزع هو اللي وصله لكده. ومن اليوم ده وبدأت الأسطورة بتاعة القميص تنتشر في كل مكان، وبدأت الناس تردد إن القميص ده مهلك لصاحبه، وأي حد هيلبسه هيموت موتة بشعة والجن هينتقم منه. بس هنا بنرجع لحاجة قلناها في أول القصة، وهي إيه سر بقعة الدم اللي على القميص لما صاحب القميص مات مخضوض كده مش مقتول ولا حاجة. هقولك إن الغريب في الموضوع إن أخبار القميص اتقطعت لفترة طويلة، وخصوصا لما تولى الحكم حسين ابن الشاه، وده خلى القميص يختفي لفترة من الزمن. وفضلت الأجيال تسلمه لبعض ومحدش عارف مين لبسه ومين سلمه لمين، واللي لبس القميص ده حصل فيه ايه بالظبط، لحد ما وصل لواحد من ملوك الدولة العثمانية. ومع كل شخص كان بيوصله القميص ده كان بيحاول يتخلص منه بكل الطرق، لكن في الغالب كان صاحبه بيفشل انه يعمل كده، وحياته كلها بتتغير وبيعيش احلام وحالة نفسية وحشة. لحد ما القميص وصل لواحد اسمه مصطفى بيك شمس الدين، وقرر انه يبيع القميص ده لمتحف الفن الاسلامي في مصر بمبلغ قليل جدا في الثلاثينات. وعلى الرغم من انه عارف ان القميص ده اثري ولا يقدر بثمن، الا انه قرر يتخلص منه لماكس هيرتز مسؤول الترميمات في متحف الفن الإسلامي في مصر. ومن وقتها ومصطفى بيك شمس الدين اختفى تماما واختفت كل أخباره. والروايات بتقول إنه مات في ظروف غامضة هو وأسرته كلها. لكن في النهاية المهتمين بالسحر والشعوذة لما شافوا القميص ده قالوا إن التعاويذ اللي عليه قوية جدا، هم نفسهم ما يعرفوش هي جت منين. وأكيد اللي كتب التعاويذ دي يا إما ساحر قوي جدا يا إما الشيطان نفسه. وبس خلاص، أشوفكم القصة الجاية.